شكلها بتوجع دي مش كده؟ خليني اقول لك ايه اللي انت شفته ده الاول. دي حاله خلع في صابونه الركبه، اصابه نادره نسبيا، بتحصل من 2 ل 3% بالكثير من اصابات الركبه. اول حاجه في علاج الاصابه دي مبدئيا ان نرجع صابونه الركبه دي مكانها تاني. طب نعمل كده ازاي؟ في ناس بتحاول ترد صابونه الركبه والركبه متنيه، وده غلط جدا لانه بيزود الوجع اللي بيحس بيه المريض ومش بيساعدها ترجع مكانها بسهوله. والطريقه الصح هي انك تحاول تفرد الرجل، والصابونه هترجع مكانها لوحدها او هترجع اسهل. بس السؤال هنا، هل هنحتاج عمليه ولا لا؟ هيبقى قراري انه لا، مش دايما بنحتاج نعمل عمليه. في الاغلب لو الاصابه دي حصلت مره واحده وخلاص، العلاج هيبقى ان احنا نهتم بتقويه العضلات واننا نعمل تاهيل، وفي الاغلب الاصابه دي مش هتتكرر تاني. لكن لو الخلع بيتكرر، ساعتها بنتعامل مع الاصابه بشكل مختلف. نبدا نعمل اشعه رنين واشعه مقطعيه عشان نشوف الاربطه وشكل العظم نفسه عامل ازاي، لان ساعات بيكون في تشوه في العظمه نفسها هو اللي مسبب الخلع ده. بس عاده اكتر حاجه بنلاقيها هي قطع في الرباط الداخلي للصابونه او MPFL، وساعتها بنعمل له اعاده بناء تاني باستخدام رقعه وتريه. ولو وصلت لحد هنا يبقى انت عرفت ايه التصرف الصح اللي تعمله في حاله خلع لصابونه الركبه. واول حاجه لازم تفكر فيها انك تفرد الرجل ساعه الاصابه، ودمت دايما في حركه وصحه.